تقوم على القيام بتسلق قمم أعلى 7 جبال في العالم ورفع العلم اليمني على تلك القمم. هو أول يمني يقوم بمبادرة هذه. في هذا الفيديو يظهر عثمان وهو يتسلق قمة جبل إلبروس، أعلى قمة في جبال القوقاز على حدود جورجيا. الشهر الماضي استغرق طبعا صعود عثمان لقمة إلبروس 7 أيام، تطلب ذلك تدريبات بدنية وفنية مكثفة لمدة مستمرة لتفادي مخاطر السقوط أو حتى التجمد، وكذلك التدرب على استخدام المعدات الخاصة بالتسلق. صعود قمة إلبروس الذي شاهدناه في الفيديو كان التسلق الثالث لعثمان ضمن مبادرته. أول تسلق كان له عام 2016 حيث صعد إلى قمة جبل كليمانجارو في تنزانيا، والذي يبلغ ارتفاعه حوالي 6000 متر عن سطح البحر